مساء الخير. آه، أنا بعمل الفيديو ده علشان أحكي حكاية عن أسرة في مصر. آه، حطت شقة عمرها في بيت في كومباوند مشهور في 6 أكتوبر، على أساس إن هما بيبنوه وهيسكنوا فيه هما وأولادهم. آه، خلصوا المباني وابتدوا يحضروا إن هما يسكنوا. اضطروا يسافروا برا مصر، لأن الزوج جاله شغل، فاضطروا يسافروا من قبل ما يسكنوا في المكان. في يوم من الأيام جات مكالمة للزوج من سيدة فاضلة اسمها شيرين المنزلاوي. قالت إن هي عايزة تأجر المكان لأن شافته وعجبها البيت وكده. الزوج رب الأسرة اعتذر لها وقال لها إن هو إحنا مش بنفكر نأجر لأن الإيجار ليه مشاكل وتبعات إحنا مش هنقدر إن إحنا نهندلها، وفي نفس الوقت إحنا مش ضامنين شغلنا اللي بره ده هيخلص إمتى وهنحتاج البيت. ف ما قدرناش نلبي طلبها. الأسرة دي ما قدرتش تلبي طلبها اللي هو أنا الأم يعني. و خلاص افتكرنا الموضوع خلص كده. تاني يوم جات لنا مكالمة من فنان قدير الله يرحمه الأستاذ طلعت زكريا، قال إن السيدة شيرين منزلاوي دي زوجته، وهي قالت إن إحنا خايفين نأجر وكده، بس هو بيضمن على ضمانته الشخصية إن هو مشهور يعني ومش هيحصل مشاكل والحاجات اللي بتحصل في الإيجارات وكده. والسيدة شيرين منزلاوي عندها بناتها الفنانة هنا الزاهد وفرح، وأنا أسفة مش فاكرة البنت التالتة اسمها ايه، بس قال يعني ان هم عيلة وعندهم كارير وما فيش مشكلة وكل حاجة على ضمانته الشخصية. فالأسرة اقتنعت وأجرت لهم البيت. فكانوا عايزين يأجروه مدة طويلة يمكن 5 سنين. فالأسرة اللي هو احنا قالت لهم ان احنا يعني ظروف شغلنا مش مضمونة وممكن نرجع في اي وقت. فالفنان طلعت زكريا قال لهم ان احنا يعني محتاجين نأجره مدة طويلة، ووقت ما ترجعوا البيتكم في الحفظ والصون اتفضلوا خدوه. ف يعني فنان قدير ومشهور ومحترم ومحبوب وليه اسمه. فالأسرة اقتنعت بكلامه، احنا اقتنعنا بكلامه، وقلنا لهم يعني 5 سنين أو أكتر كتير، فممكن نأجر 3 سنين. فالسيدة شيرين المنزلاوي مضت العقد الإيجار ب3 سنين، و يعني سكنوا في البيت وكده وخلاص ابتدوا يدفعوا الإيجار وتمام. ساعات الإيجار يتأخر، يحصل ظروف يقولوا مثلا الأستاذ طلعت ما جالوش شغل فيأخروا الإيجار شوية. معلش الإنسان بيحصل له ظروف في أي وقت. احنا نفسنا حصلت لنا ظروف قبل ما عقد الإيجار يخلص بسنة فاضطرينا ننزل مصر تاني، فقلنا لهم سألناهم زي ما وعدونا ان هم يرجعوا لنا البيت. فالحقيقة ان هم رفضوا يرجعوا لنا البيت زي ما وعدونا، واضطرينا ان احنا نأجر بره. فبنقول لهم يعني احنا مأجرين بره وده بيتنا ومحتاجين نرجع زي ما وعدتونا. ف احنا مأجرين حتى بأغلى من الإيجار اللي انتوا بتدفعوه. سألتنا بكام السيدة شيرين، فقلنا بكذا. فقالت ايه الجشع ايه الطمع، وقالت ألفاظ يعني أنا أخجل إن أنا أقولها إن هي اتقالت لنا يعني. وقالت إحنا مش خارجين وأعلى ما في خيلكوا اركبوا. وبعدين توقفوا عن دفع الإيجار تماما. فاضطرينا إن إحنا نرفع قضية.
بإن إحنا نسترد البيت وبالمتأخر الإيجار. فالمحكمة الحمد لله حكمت لنا إن هم يخرجوا من البيت ويدفعوا لنا لحد نهاية عقد الإيجار. إحنا طالبنا بالبيت قبل المدة ما تخلص، وهم كان فاضل لهم وقت في العقد، فالمحكمة حكمت، هم ما توقفوا عن الدفع يعني في فترة، فإحنا المحكمة حكمت لنا باسترداد البيت وبالمتأخرات لمدة العقد ما تنتهي. يعني في الفترة اللي خدنا فيها الحكم ده كان عقد الإيجار خلص، وهم قاعدين 2 بعد العقد ما خلص في البيت. تسأل أي حد في الكومباوند يقولك فيلا طلعت زكريا الله يرحمه، فيلا طلعت زكريا، حفلات، خطوبة الفنانة هنا الزاهد اتعملت في جنينة بيتي اللي هم قاعدين فيه من غير ما يدفعوا الإيجارات أو مستحقات الكومباوند، كهرباء، اتحاد ملاك، مية، كل ده ما بيدفعش. المهم بعد يعني قعدوا 2 دول في البيت بعد مدة العقد ما خلصت، حكم لنا بالطرد وبالمتأخرات، بجزء من المتأخرات اللي هو لحد ما العقد يخلص، لحد ال3 سنين بتوع العقد. فأخدنا اللي احنا الحقيقة ده وخرجوا من البيت. مش عايزة أقول إزاي، بس كانت يعني فترة عصيبة علينا جدا إن هم يخرجوا. دخلنا البيت لقينا تلفيات رهيبة رهيبة. يعني مش عايزة أقول لحضراتكم إن الحواض وجرانيت المطبخ اتاخد. مش عارفة إزاي. وإحنا بنشطب البيت، أي حد بيبني بيت بيشطبه بيخلي على جنب كرتونة 2 سيراميك، دهانات، حاجة اتكسرت، حاجة باظت، مش عارف يلاقي نفس البلاطة أو الحاجة، فبيبقى عنده مخزون. اتاخد برضو، مش موجود مش موجود. رفعنا قضية تانية بالتلفيات وبال2 إيجار اللي هم كانوا قاعدينهم في البيت بعد ما عقدهم خلص ما دفعوش. القضية راحت المحكمة استئناف، ودرجات القضاء خدناها كلها، لأن هما طبعا كانوا كل مرة بيرفعوا قضية مضادة. بس الحمد لله القضاء نصفنا، وأنا شاكرة جدا للقضاء المصري إن هو نصفنا وادانا حقنا. معنا حكم محكمة من فبراير 2024 احنا مش عارفين ننفذه، مش عارفين نستدل لهم على عنوان، لا عن طريق محاميهم ولا عن طريق الوساطة. عايزة أقول برضو حاجة، إن في أثناء ما هم كانوا قاعدين في البيت والقضية الأولانية مرفوعة، ما بيدفعوش إيجار وبيعملوا حفلات خطوبة وسهرات، أخو السيدة شيرين المنزلاوي الأستاذ محمد المنزلاوي اتصل بينا. والله أنا مكسوفة هو أقول لكم هو اتصل بينا ليه. اتصل بينا طالب مننا، بيساومنا يدينا نديلهم فلوس علشان يخرجوا من البيت. والله يعني أنا مش متخيلة إزاي يعني جات لهم الفكرة جات إزاي، مش عارفة إن يجيلهم فكرة زي كده. برضو والقضايا شغالة، حاولنا نتواصل معاهم عن طريق المخرجة القديرة الأستاذة منى الأبحر إن هم يعني يدفعوا الحاجة اللي عليهم. ما عرفتش الحقيقة توصل معاهم لأي نتيجة. حاولنا نكلمهم تاني. الفنانة شيرين المنزلاوي برضو أهانت جوزي، وادت السماعة لبنتها الفنانة هنا الزاهد، قالت له انت موتت ابونا. كان الفنان طلعت زكريا الله يرحمه وتوفاه الله ساعتها، وعايز تموت امنا كمان. فانا مش فاهمة يعني هي ازاي بتقول له كده
وهي عارفة إيه اللي حاصل، يعني هي عارفة إن والدتها وهي وإخواتها قاعدين في البيت بدون وجه حق، وفي قضية مرفوعة وعليهم متأخرات. يعني هو مين المأذي في الموضوع؟ أنا مش فاهمة. ولا يعني هو إحنا كده يعني ناس قلالات الذوق إن إحنا بنطالب بحقنا اللي القضاء المصري مشكورا اداهولنا؟ يعني القضاء المصري عادل، هو مش عارف مين اللي على الورق دي، الناس اللي على الورق دي هو ما يعرفش هم مين. في قضية طرف أول طرف تاني، ده عمل كذا وده عمل كذا، الحكم كذا وخلاص. وحاولوا هم إن هم يعني يرفعوا القضايا المعاكسة إن مش من حقنا وحقنا، القضاء حكم لنا برضو. أنا بس مستغربة، يعني أنا شفت لقاء تلفزيوني مؤخرا للفنانة هنا الزاهد، يعني أنا شكيت في نفسي. أنا صاحبة الحق ومعايا ورقة من المحكمة بتقول إن أنا صاحبة حق. أنا شكيت في نفسي، يعني أنا عايزة أعرف هما بيروحوا بيتهم، يعني بيحطوا راسهم على المخدة يناموا إزاي؟ هو في كام وش الناس بتتعامل بيه؟ هو في كام شخصية؟ يعني أنا طالبة مساعدة. الفلوس اللي محكوم بيها دي، يعني من أول ما القضية اترفعت، هو المبلغ هو المفروض يدفع. المبلغ ده كان يشتري عقار ساعتها، دلوقتي المبلغ ده ما ينفعش تعمل بيه حاجة. بس احنا عايزين حقنا، احنا مصممين ناخده، احنا مصممين ناخد حقنا. احنا وفي محضر بيلزمها بإصلاح التلفيات اللي حصلت في البيت. مش عارفة هما بيناموا ازاي او بيطلعوا يقولوا احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا ازاي، وما بيدوش الناس حقها. يعني ورا الكاميرا هما ناس تانية، ناس تانية. فأنا بطلب من اللي يوصلوا الفيديو ده لو سمحتوا يساعدنا علشان احنا في ضيقة نفسية ومادية، مش عارفين نتصرف. فمشكورين وجزاكم الله خير لو تقدروا تساعدونا ننفذ حكم المحكمة المصرية الصادر في المحاكم المصرية إن احنا ناخد حقنا. شكرا.